بنعملها في المطاعم بره، والولاد بيحبوها من التشاينيز ريستورانت بره كتير. هنعملها النهارده بوصفه جميله وسهله جدا والطعم خطير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم غادة محمد من مطبخ طباخه هانم. وهنعمل النهارده تشاينا نودلز بالمكونات بتاعتنا دي، اللي هي المكرونه الصيني او النودلز الصيني، بمكونات بسيطه جدا جدا. وهنجيب النودلز اللي بيستخدموها. طبعا احنا عندنا النودلز دي جلاس نودلز، اللي هي النودلز الشفافه خالص عامله زي الازاز كده. وفي كمان نودلز رايس نودلز، وعندنا الايج نودلز. الرايس والايج نودلز دي لازم نسلقها شويه مينتس على الاقل. لكن النودلز الجلاس نودلز دي ما بنسلقهاش، بنحطها دايركت على الصوص بتاعنا وبتتسوي بسرعه جدا. في عندنا ريجينا برضو نزلت لنا نوع من النودلز عامله زي السباكيتي كده، بس شرايط عريضه زي ما احنا شايفينها اهي. دي هنستبدلها بالرايز نودلز او الايج نودلز اللي بتتسلق، او الجلاس نودلز، لانها غاليه شويه. فانا برضو جبت لكم دي عشان نعملها وتبقى متاحه للجميع. دلوقتي موجوده في كل السوبر ماركتس النودلز دي، بتبقى شرايط عريضه كده غير السباكيتي. نستخدمها طبعا. نوع ريجينا جميل جدا في المكرونه. تعالوا نشوف مكوناتنا ايه للنودلز الصيني او تشاينا نودلز. اول حاجه هناخد بصلايه متقطعه جوليان، تمام. وعندي 1 حبه فلفل اخضر واحمر واصفر كالرز كده. وعندي البهارات بتاعتي ملح وفلفل وجنزبيل باودر لو مش موجود طبعا الفريش. انا عندي جنزبيل فريش، جايبه معلقه من الجنزبيل الفريش ومعاها 3 فصوص من الثوم المفروم. طبعا الجنزبيل الفريش احلى كتير في الوصفه دي. عندي طبعا معلقتين من الزيت، وعندي معلقتين من السكر، وده مهم جدا عشان الصويا صوص بتبقى محتاجه طعم شوجري شويه. عندي 3 معالق من الصويا صوص، وكمان عندي معلقتين من دبس الرمان، وده انا بحطه عشان بيدي مزازه كده وطعم غامق اكتر. الاضافه دي جميله جدا جدا، جربوها وهتفرق في الطعم. عندي برضو معلقتين من الكاتشب. ودي مكوناتي كلها هبدا احطها على بعض واعمل احلى صوص تشاينا نودلز. تعالوا معايا على الوك بتاعي ونبتدي نعمل ستيب باي ستيب. طبعا هنبتدي نعمل الصوص بتاعنا في حله تانية. احنا حاطين حله اهي فيها ميه ومعلقه ملح ومعلقه زيت، وسلقنا فيها النودلز بتاعتنا لمده 7 دقايق فقط، 7 minutes only، تمام. هنبتدي نحط في الواك بتاعنا معلقتين الزيت، وعليهم 3 فصوص الثوم والجنزبيل، مجرد بس تقريبا ننزل البصل الجوليان، يتشوح بس شويه. وننزل الفلفل الكالرز بتاعنا، هنسيبهم هنحط الملح، معلقه الملح ونص معلقه الفلفل، هنحط معلقتين دبس رمان، و3 معالق الصويا صوص، ومعلقتين الكاتشب. كل ده على بعضه مكونات سهله وبسيطه، وطعم النودلز تحفه ويجنن. وهنحط معلقتين الشوجر او السكر بتوعنا، وهنقلب المكونات كويس جدا. ونحط شويه نص كوبايه ميه كده
عشان الصوص يبقى فيه ليكويد كده، لما نيجي نحط النودلز فيها تبقى جوسي كده وطريه. هيغلي بس غلوتين ونقفل الصوص ده لحد ما المكرونه بتاعتنا تتسلق ونحطها على الصوص. بعد ما المكونات غليت غلوتين بالظبط بنجيب معلقه نشا ونقلبها جوه ربع كوبايه ميه. وانا نسيت اقول لكم على النشا ده، لازم معلقه نشا وادوبها في ربع كوبايه ميه وابدا احطها على الخليط عشان يمسك شويه ويديني صوص تقيل شويه. شايفين مسك ازاي الصوص؟ تحفه ويجنن. بعد ما يمسك كده نقوم نازلين على طول بالنودلز. احنا سلقناها في ميه وملح وكمان معلقه زيت. هنبدا ننزل النودلز بتاعتنا. بعد ما نزلنا النودلز بتاعتنا هنبدا نقلبها كويس جدا في الصوص الجميل ده. شايفين ريحته وطعمه جنان. هنبدا نقلب النودلز كويس جدا. طبعا الولاد بيحبوها جدا واكيد بناكلها بره كتير والولاد بيطلبوها. اكله تشاينا نودلز بمكونات غادة محمد من مطبخ طباخة هانم. ان شاء الله هنغرفها مع بعض ونشوف شكلها النهائي ايه. وده شكل التشاينيز نودلز بعد ما غرفناها. شكلها يجنن وطعمها روعة. كل الاولاد بيحبوها ودايما بيطلبوها من التشاينيز ريستورانت. اتمنى تجربوها لان طعمها خطير بطريقة سهلة وبسيطة وهنبدأ ندوقها مع بعض. يلا بينا. طبعا النودلز هي سليمة زي ما هي. هدوقها. الطعم رائع ويجنن. اتمنى تجربوها، ولو عجبتكم الوصفه اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده بوصفه جديده من مطبخ طباخه هانم. كان معاكم غادة محمد. باي باي.